كنت أنا، الإمام الرضا يقول: وكنت أنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة. كان كمن زار الله في عرشه. من يردون يحسبون أعماله ويوزنوها، يجي الإمام الرضا يقول: عيفوا الميزان علي، أنا أخلص. نلاحظ بأن الروايات اللي واردة في زيارة الإمام الرضا تحير العقول في فضل زيارته وفضل زائره. لاحظوا مثلا في الزيارة الحضورية عنده، يعني الشخص الذي يذهب بجسمه ببدنه لزيارة الرضا، شنو من آثار يحصل بهذه الزيارة؟ قطع النظر عن الاعتبارات الأخرى، فد هدية، كرامة رضوية لزائره، عطاء وفضل ولطف رضوي بزائره. من الكرامات في 6 مواقف، أشد المواقف التي يتعرض إليها الإنسان تنفعه زيارة الإمام الرضا. مو الزيارة تنفعه، هو الإمام الرضا ينفعه، بشخصه ينفعه، مو ثواب الزيارة. منها ساعة الاحتضار. من يقول هذا الموقف مو صعب؟ ساعة الاحتضار. وعند سؤال منكر ونكير. وفي القيامة الإمام الرضا صلوات الله عليه يحضر عنده بنفسه عند زائره، ينجيه من هذه المواقف ال3. فالمؤمن بمشاهدته للإمام الرضا يستفيد فائدتين. الفائدة الأولى الأنس الروحي، يأنس به. هاي أشد المواقف اللي الإنسان يخاف فيها ويرتعب، مواقف مخيفة. فإذا حضر عنده الرضا أنست روحه، وهذا أحد معاني أنيس النفوس. الفائدة الثانية، يحضر عنده شي يسوي الإمام الرضا؟ يشفع له، ينجيه من ملك الموت ومن شدة الموت، ينجيه من منكر ونكير، وينجيه من حساب الآخرة. شي يريد بعد الإنسان؟ شنو من لطف وعناية هذه؟ ولعل هذا أحد أسرار تسمية الإمام بالرضا، لأن زائره يرضى ويرضيه إمامه بزيارته. زين، هذه 3 مواقف أشد المواقف. بعد 3 أيضا من أشد المواقف في القيامة، 3 مشاهد يمر بها المؤمن وعموم الناس ومنهم المؤمن. الإمام الرضا صلوات الله عليه يحضر لزائره وينجيه منها. أأكد عليكم الكلام، مو ثواب الزيارة، هو الإمام يحضر. شقد كرامة أكو لزائر الرضا؟ ورد عنه عليه السلام، هو الإمام الرضا يعطي وعدا وعهدا لزائره، يقول: من زارني على بعد داري ومزاري. لأن الناس يتكاسلون، شي ودينا ومكان بعيد، خصوصا في الأزمنة السابقة وبهالزمان على خوف بعد الدار والمزار. أتيته يوم القيامة في 3 مواطن، 3 مواطن. هو موطن واحد نعمة فضيلة من الإمام، فكيف ب3؟ حتى يأتي شنو هنا بعد؟ يصرح بالوعد الإمام، يقول: حتى أخلصه من أهوالها. هنيئا للموالين حقيقة ولشيعة الإمام الرضا. هذا الضمان، صك ضمان، هذا وعد من حجة الله. شنو هي هاي المواطن؟ إذا تطايرت الكتب يمينا وشمالا. منو يقدر يقول أنا كتابي اللي مدونة فيه أعمالي سالم؟ منو يقدر يقول؟ وعند الصراط، هذا الموقف الثاني، يخلص من أهوال الصراط. الصراط اللي هو جسر على جهنم، إذا زلت قدمه هوى في جهنم، يجي الإمام الرضا يخلصه من هذا. وعند الميزان، من يردون يحسبون أعماله ويوزنوها، يجي الإمام الرضا يقول: عيفوا الميزان علي، أنا أخلص. هذه شوفوا العنايات والآثار. الإمام الرضا ما يقول المؤمن،
ما يقول المطيع، يقول من زارني على بعد داري ومزاري. هذا باب فرج لكل إنسان، لكل مؤمن. لذلك الإمام الصادق هم وصفه بغوث الأمة. الأمة هو مو بس الموالين، غير الموالين هم موجودين. لو يعرف غير الموالين هذه الحقائق الربانية وهذه الصفات الإلهية في الرضا ولجأوا إليه نجاهم من ضلالتهم ونجاهم من النار. في الأمالي روى الشيخ الصدوق رضوان الله عليه بسنده عن الإمام الرضا قال إن بخراسان بقعة، هذه من إنباء المستقبل، الإمام يخبر عنها، يأتي عليها زمان تصير مختلف الملائكة، يعني مجمع الملائكة، فلا يزال فوج ينزل من السماء وفوج يصعد. قبر الرضا هكذا إلى أشقد، إلى أن ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. هذا كناية يعني إلى يوم القيامة. فقيل له يا ابن رسول الله وأية بقعة هذه؟ يعني قبل شهادة الإمام الرضا ماكو واحد من المعصومين مدفون في خراسان. قال هي بأرض طوس، وهو والله روضة من رياض الجنة. يقسم الإمام على هذا، واليروح يدخل في مرقد الرضا يشعر بنفحات الجنة فيه، يشعر. ماكو زائر يدخل وما يشعر إلا إذا فرد واحد مسلوب الحظ والتوفيق. من زارني في تلك البقعة كان كمن زار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب الله تبارك وتعالى له بذلك ثواب 1000 حجة و1000 عمرة مقبولة. أم الحجة مقبولة أم العمرة مقبولة. وكنت أنا، الإمام الرضا يقول، وكنت أنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة. يعني هنا بعد مو شفيع بس، شفيع واحد زائر يحصل، كل المعصومين يشفعون له. وبهاي الرواية صريحة في الحضور عنده، يعني يحضر المؤمن بزيارته عند الإمام. هاي الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام. قال رب حجة لا تقبل. أكو شك بهذا؟ أكو واحد يحج وحجته مو مقبولة. من زاره، يعني للرضا عليه السلام، أو بات عنده ليلة، بس ليلة واحدة، كان كمن زار الله في عرشه. قال الراوي قلت كمن زار الله في عرشه، قضية تصعب على بعض الأذهان. قال نعم. ثم شرح الإمام الكاظم شنو المقصود. قال إذا كان يوم القيامة كان على عرش الله عز وجل 4 من الأولين و4 من الآخرين. زين. فأما الأولون فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، أنبياء أولي العزم. طبعا ما عدا رسول الله هنا ما موجود، يعني فوق القضية هذه. مقام رسول الله أعلى من هذا المقام بعد. وأما ال4 الآخرون فمحمد وعلي والحسن والحسين. هذا المقام أعلى من المقام الأول. اللي موجودين في هاي الجهة أعلى من الموجودين في الجهة الأولى. ثم يمد المطمار. المطمار يعني البساط المفروش طولا يمد، فيقعد معنا زوار قبور الأئمة. ألا إن أعلاها درجة وأقربهم حبوة زوار قبر ولدي علي عليه السلام. يعني زائر الإمام الرضا في الآخرة مقام خاص رفيع. طبعا قريب من هذا المنطوق ورد أيضا في زيارة الحسين، لكن هسه البعض استظهر من مثل تلك الروايات أن زيارة الرضا أفضل، لكن الحق أن زيارة الحسين هي الأفضل. بعد زيارة الحسين تأتي زيارة الرضا عليه السلام. لماذا؟ لأن هذه الروايات اللي واردة في فضل زيارة الرضا واردة في مقام تفنيد وإبطال عقيدة الواقفية.